ماذا ربح المغرب من التطبيع وماذا خسر؟ وهل كانت الصحراء هي المقابل الحقيقي؟ في دجنبر 2020 اتخذ المغرب قراراً أعاد رسم علاقته بإسرائيل. قرار لم يكن مجرد استئناف لعلاقات دبلوماسية توقفت قبل 20 عاماً، بل جاء ضمن تفاهم أمريكي مغربي إسرائيلي حمل معه تحولاً كبيراً في ملف الصحراء. ومنذ ذلك الحين ظل سؤال واحد حاضراً بقوة: ماذا ربح المغرب من هذه الخطوة؟ وماذا خسر؟ وهل كان الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء جزءاً أساسياً من المقابل السياسي الذي رافق التطبيع؟ لفهم ما حدث يجب العودة إلى تاريخ العلاقة نفسها. العلاقة المغربية الإسرائيلية لم تبدأ سنة 2020. في يوليوز 1985 استقبل الملك الحسن الثاني رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيريز في إفران. في لقاء علني وصفته واشنطن بوست بأنه من أبرز الاتصالات العربية الإسرائيلية في ذلك الوقت. وتكشف الصحيفة أن الملك الحسن الثاني حاول خلال اللقاء إقناع إسرائيل بالتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها سنة 1967. وكانت هذه الاتصالات امتدادا لسياسة مغربية أقدم، فقد وصفت واشنطن بوست الملك الحسن الثاني بأنه حافظ لسنوات على قنوات اتصال سرية مع إسرائيل، مع سعيه في الوقت نفسه إلى دفع الصراع العربي الإسرائيلي نحو التسوية السياسية. ثم جاءت سنة 1994. أعلن المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى مكاتب الاتصال، وفتح مكتبي اتصال في الرباط وتل أبيب. لكن هذه العلاقة توقفت بعد سنوات. في أكتوبر 2000 ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية أغلقت الرباط مكتب الاتصال الإسرائيلي، وأغلقت إسرائيل مكتب الاتصال المغربي، في وقت كانت فيه المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية قد رفعت الضغط الشعبي والسياسي على الدول العربية التي أقامت قنوات مع إسرائيل. وهكذا دخلت العلاقات المغربية الإسرائيلية مرحلة جديدة لم تختفي فيها الاتصالات تماما، لكنها لم تعد علاقات دبلوماسية رسمية إلى أن جاءت سنة 2020. في 10 من دجنبر أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، وفي اليوم نفسه أعلن عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل ضمن تفاهم رعته واشنطن. وهنا تبدأ أهم نقطة في القصة. رويترز التي نقلت تفاصيل الاتفاق في ذلك الوقت ذكرت أن تغيير السياسة الأمريكية تجاه الصحراء كان العنصر الحاسم في الحصول على موافقة المغرب على التطبيع. وبحسب التقرير وافق المغرب على استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل وإعادة فتح مكاتب الاتصال والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية والرحلات المباشرة. وفي المقابل غيرت واشنطن سياستها تجاه الصحراء واعترفت بالسيادة المغربية عليها. كما نقلت رويترز عن جاريد كوشنر أحد مهندسي الاتفاق أن الاعتراف الأمريكي بالصحراء كان العنصر الحاسم في الحصول على موافقة المغرب. وفي الإعلان الأمريكي الرسمي قالت إدارة ترامب إن الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب كامل على الصحراء، واعتبرت أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الأساس الأكثر واقعية للحل. وهنا حصل التحول الأكبر. المغرب لم يحصل على علاقة جديدة مع إسرائيل فقط، بل حصل في اللحظة نفسها على تحول كبير في الموقف الأمريكي من أهم ملف خارجي بالنسبة إلى الرباط. ثم لم يتوقف الأمر عند الولايات المتحدة. في 17 يوليوز 2023 أعلنت إسرائيل رسميا اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء، وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الاعتراف نقل في رسالة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الملك محمد السادس. إذن خلال أقل من 3 سنوات انتقل المغرب من استئناف العلاقات مع إسرائيل إلى الحصول على اعتراف إسرائيلي رسمي بمغربية الصحراء.
لكن ماذا حصلت إسرائيل في المقابل؟ إسرائيل حصلت على استئناف العلاقات الرسمية مع المغرب وإعادة فتح مكتب الاتصال في الرباط، ثم تطورت العلاقات إلى تعاون سياسي وأمني واقتصادي وبرلماني وسياحي. أما الولايات المتحدة فكان لديها هدف آخر أيضا. إدارة ترامب كانت تدفع باتجاه توسيع اتفاقيات أبراهام وإدخال دول عربية جديدة في علاقات رسمية مع إسرائيل. وهكذا اجتمعت في التفاهم ثلاث مصالح: المغرب يريد تعزيز موقفه في ملف الصحراء، إسرائيل تريد توسيع علاقاتها في العالم العربي، وواشنطن تريد دفع مسار التطبيع وتوسيع اتفاقيات أبراهام. لكن لفهم الجدل الحالي حول التطبيع من المهم النظر أيضا إلى تاريخ العلاقة بين الجزائر وإسرائيل. فالجزائر لم تقم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، لكن ذلك لا يعني أن الاتصالات بين الطرفين كانت غائبة طوال التاريخ. في يوليوز 1999 نشرت صحيفة لوريان لوجور تقريرا نقلت فيه عن مسؤولين إسرائيليين سابقين حديثهم عن اتصالات سرية خلال ثمانينيات القرن الماضي. وقال السفير الإسرائيلي السابق في فرنسا أوفاديا سوفر أن مسؤولا جزائريا قريبا من الرئيس الشاذلي التقى شمعون بيريز عدة مرات في باريس بين عامي 1986 و 1988. كما نقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل والجزائر كانتا تجريان اتصالات سرية في دولة ثالثة، وتناولت هذه الاتصالات مجالات الثقافة والعلوم والإعلام. وفي الشهر نفسه التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الرباط خلال جنازة الملك الحسن الثاني، وهو لقاء وثقته واشنطن بوست. لكن الفارق الأساسي هو أن تلك الاتصالات لم تتحول إلى علاقات دبلوماسية رسمية بين الجزائر وإسرائيل، بينما اختار المغرب سنة 2020 الانتقال إلى علاقة رسمية ومعلنة. وهنا نعود إلى فلسطين. المغرب لم يعلن بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل التخلي عن القضية الفلسطينية، كما ظل الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، واستمر الموقف الرسمي المغربي في التأكيد على دعم القضية الفلسطينية والقدس. لكن المشكلة ظهرت في مكان آخر: كيف يمكن للمغرب أن يحافظ على موقفه الرسمي المؤيد لفلسطين وفي الوقت نفسه يطور علاقاته مع إسرائيل؟ وهنا تحديدا بدأ الجدل داخل المغرب يزداد. وبعد 7 أكتوبر 2023 والحرب في غزة أصبح التطبيع أكثر كلفة على المستوى الشعبي. فوفق الاستطلاع للبارومتر العربي انخفضت نسبة المغاربة الذين يؤيدون العلاقات الاقتصادية والسياسية مع إسرائيل من 31% سنة 2022 إلى 13% بعد أكتوبر. إذن هناك صورة مزدوجة. على المستوى الرسمي والدبلوماسي حقق المغرب مكاسب مهمة في ملف الصحراء، وعلى المستوى الشعبي تراجعت بشكل حاد شعبية التطبيع. وهنا تظهر الكلفة السياسية للقرار. فالعلاقة مع إسرائيل لم تعد مجرد ملف دبلوماسي بين دولتين، بل أصبحت ورقة حاضرة في الصراع الإقليمي، وتستخدمها الجزائر والبوليزاريو في انتقاد الموقف المغربي، كما أصبحت موضع رفض قوي داخل المجتمع المغربي. لكن إذا أردنا تقييم الصفقة بموضوعية فعلينا أن نفصل بين ما هو مكتسب موثق وما هو تقدير سياسي. المكسب الأول واضح: الولايات المتحدة اعترفت رسميا سنة 2020 بسيادة المغرب على الصحراء، والمكسب الثاني جاء بعد ذلك. إسرائيل اعترفت رسميا سنة 2023 بالسيادة المغربية على الصحراء، والمكسب الثالث هو بناء علاقة مباشرة مع إسرائيل شملت مجالات اقتصادية وأمنية وتكنولوجية وسياسية وسياحية. أما الكلفة فأبرزها واضحة أيضا:
التراجع الكبير في التأييد الشعبي للتطبيع خصوصا بعد حرب غزة، كما أصبحت الرباط أمام معادلة سياسية صعبة، فهي تريد الحفاظ على علاقاتها الجديدة مع إسرائيل، وفي الوقت نفسه تريد الحفاظ على موقعها التاريخي في القضية الفلسطينية والقدس. وهنا نصل إلى السؤال الأساسي في عنوان التقرير: هل كانت الصحراء هي المقابل الحقيقي؟ المعطيات التي كانت متاحة وقت إعلان الاتفاق تشير إلى وجود ارتباط مباشر بين المسارين. ففي اليوم الذي أعلن فيه استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، أعلنت واشنطن أيضا اعترافها بالسيادة المغربية على الصحراء، ورويترز وصفت الاعتراف الأمريكي بأنه العنصر الحاسم في حصول إدارة ترامب على موافقة المغرب على التطبيع. لكن لا توجد وثيقة منشورة تثبت وجود عقد سري منفصل يحدد أن الصحراء كانت ثمنا بالمعنى القانوني. الموجود هو تفاهم سياسي معلن، وتزامن واضح، وتصريحات وتقارير من مصادر تابعت المفاوضات والاتفاق في حينه. ولهذا فإن الصورة الأكثر دقة هي أن المغرب دخل في تفاهم سياسي متعدد المصالح، استأنف العلاقات الرسمية مع إسرائيل، وفي المقابل حصل على تحول تاريخي في الموقف الأمريكي من الصحراء، تمثل في الاعتراف بالسيادة المغربية ودعم مقترح الحكم الذاتي. ثم حصل بعد ذلك على اعتراف إسرائيلي رسمي بالصحراء سنة 2023. وفي المقابل حصلت إسرائيل على عودة العلاقات الرسمية مع المغرب وتوسيع التعاون بين البلدين، بينما حققت واشنطن هدفا أساسيا من أهداف اتفاقيات أبراهام، وهو توسيع دائرة الدول العربية التي تقيم علاقات مع إسرائيل. أما فلسطين فلم تختفي من الموقف الرسمي المغربي، لكن التطبيع جعل المغرب أمام معادلة سياسية يرى فيها المؤيدون فرصة للتأثير والوساطة، بينما يراه المعارضون قراراً لا ينسجم مع حجم المأساة الفلسطينية. وفي النهاية فإن الأرقام والقرارات الرسمية تعطينا صورة واضحة عن النتائج. المغرب حقق مكاسب دبلوماسية مهمة في ملف الصحراء، لكنه تحمل في المقابل كلفة شعبية وسياسية كبيرة بسبب علاقته مع إسرائيل، خصوصا بعد حرب غزة. وهذا يجعل السؤال أكثر تعقيدا من مجرد مع التطبيع أو ضده. فالمغرب لم يتخلى عن موقفه من الصحراء، ولم يعلن التخلي عن القضية الفلسطينية. الذي حدث هو تفاهم سياسي جمع مصالح مغربية وأمريكية وإسرائيلية مختلفة، وأنتج مكاسب حقيقية للمغرب، لكنه أنتج في الوقت نفسه كلفة سياسية وشعبية حقيقية. وفي النهاية يبقى السؤال: هل كانت المكاسب الاستراتيجية التي حصل عليها المغرب أكبر من الكلفة السياسية التي دفعها؟ الوثائق تحدث ما حدث، والأرقام تكشف ما تغير، أما الحكم على الصفقة فمتروك للمشاهد.